مش عارف جسمك محتاج بروتين قد إيه بالضبط، فأنت ماشي في الدايت أعمى. أغلب الناس بتتمرن وبتقلل أكلها، بتقلل معاها البروتين جدًا، فبتخسر عضل بدل دهون والنتيجة بتتأخر. بس ركز هنا، البروتين بتاعك لازم يتحسب حسب وزنك. القاعدة العلمية بتقول إنك محتاج من 1.6 لحد 2.2 جرام بروتين لكل كيلو من وزن جسمك، ولو نسبة الدهون عندك أعلى من 20% ممكن تطرح نسبة الدهون بتاعتك والوزن اللي باقي بجسمك بالكيلو، وهو ده الإجمالي اللي أنت هتحتاجه. يعني لو وزنك 80 كيلو أنت محتاج من 130 ل170 جرام بروتين يوميًا عشان تشوف تغيير حقيقي. والمفاجأة إن البروتين مش للعضلات بس، ده أهم سلاح للتحكم في الجوع وفي الشهية. أنت غالبًا بتغلط هنا، بتاكل بروتين في وجبة واحدة بس وبتسيب باقي اليوم فاضي. الحل العملي، قسم البروتين بتاعك على 3 أو 4 وجبات، خلي في كل وجبة مصدر واضح، بيض، فراخ، تونة أو جبنة قريش. وأبسط خطوة، زود بيضة أو زود ثدي في وجباتك من النهارده. لما البروتين يتظبط جسمك هيحافظ على العضلات وخسارة الوزن والدهون هتبقى أقصر. اكتب لي وزنك كام في الكومنتس عشان أحسب لك أنت محتاج كام جرام بروتين في اليوم، واعمل لي فولو عشان أديك الخطة كاملة.